محمد، يا محمد، أتنادي الملك باسمه يا محمد، قم فأطعمهم. أطعم من أمرت بقطع القوت عنهم، أم أنك لا تقدر على حمل الطعام إليهم؟ أجننت يا شرف الدين؟ أتريد من السلطان أن يطعم الناس بنفسه؟ أي سلطان؟ أين هو السلطان؟ أنا لا أرى سلطانا هنا. الجميع يعرف من أنا إلا أنت. لا والله ما أصبت، فالجميع لا يعلم من تكون حتى أنت. أنا سلطان هذه البلاد. والله ما أصبت أيضا. فمن أكون إذا؟ أنت عبد ولاه مولاه حفظ عبيده، فهل يكون طائعا شاكرا أم ناكرا آبقا؟ والله ما أصبت يا شرف الدين. لقد جئت بأغنياء يطلبون فقيرا. افتحوا خزائن الدولة واكفوا كل محتاج. مولاي، إليك عني يا إدريس. فالخزائن العمرانة لا تعدل ميزانا فارغا، ودمعة طفل جائع يوم القيامة أثقل من ملء الأرض ذهبا. أأصبت الآن يا شرف الدين؟ أصبت الآن يا أمير المؤمنين. فهل تتخلى عن عبد يحمل أغلالا تطوقه وتحاسبه على سوء تصرفه وضعف حيلته؟ بل نحملها معه يا أمير، ولكن لي شرط واحد. ولك أن تطعم هؤلاء بيدك. وأنا قبلت، ولكن ألا يعين الشيخ الشيخ؟ وهل ظننت أنني أدعك تفوز بأجرهم وحدك؟